الله جل وعلا حذرنا ألا نتبع خطوات الشيطان. قال جل وعلا: ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان ترى يبدأ بخطوة فخطوة فخطوة. تعالوا يا إخواني اسمعوا معي الخطوات التي يخطوها الشيطان حتى يوقعك في المعاصي. فإنهم يقولون أن أصعب الحرام أوله، ثم يسهل، ثم يستساغ، ثم يؤلف، ثم يحب، ثم يطبع على القلب، ثم يبحث عن حرام غيره، ثم ينشره، ثم يدعو إليه. لاحظت كيف خطوة فخطوة فخطوة حتى انغمس في بحر المعاصي، والسبب أنه أطاع الشيطان في أول خطوة قاده إلى المنكرات وإلى المعاصي. فيا جماعة، إذا مرت عليك هذه الآية ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فاعلم أنه عدوك، والعدو لا يريد لك النجاة، يريد لك الهلاك. لكن والله يا إخواني من توكل على الله واعتصم بالله كفاه. قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.